ده راج بطل فيلمنا النهارده. وفيلمنا بيبدأ في قرية بتهتم بتربية الأفيال، وبيصادف في الوقت ده موسم التزاوج بتاعهم، ودي اسمها شانكو وبتكون أخت راج، وبتكلم أبوها دكتور ناير اللي بيتمنى راج يرجع القرية في الذكرى السنوية رقم 10 لوفاة أمه، فبتقول له كلمه وساعتها ممكن يوافق. ووقتها بيشوفوا طيارة سبايدر فوق المكان، وبنعرف إنها الرجل أعمال وبيراقب في الفيل بهولة، وبيوريها لصياد محترف اسمه كشاف، وبيكونوا عايزين يموتوه وياخدوا الأنياب بتاعته علشان يبيعوها، وكشاف بيحدد مع عمولته لأن الفيل نوع نادر وقرب ينقرض. وساعتها شانكو بتقول للفيل اديني طوبة بعد اذنك، وبعدها بترميها في اتجاه الكاميرا وبتكسرها. ولما بنروح لمدينة مومباي بنلاقي راج دكتور بيطري وبيحب الحيوانات وبيتعامل معاهم كأنه صاحبهم، والسكرتيرة بتبلغه ان ابوه اتصل بيه وعايزه يسافر، لكن بيكون رافض وبيسيبها ويمشي. وبعدها بيسمع رسالة من ناير وبيترجاه يحضر الذكرى السنوية لأمه. ولما راج بيبدأ يتدرب بيتخيل شكل أمه وهي واقفة قدامه، وبنعرف انه بيجيد الفنون القتالية ومهتم جدا بالرياضه. وساعتها الصحفيه ميرا بتروح له لانها عايزه تكتب قصه ابوه مع الفيله، فبيحرجها وبيقول لها ممكن تروحي له القريه. ولما بيخرج بتفضل موجوده معاه، وساعتها بيلاقوا مجموعه شباب ماسكين كلب وعمالين يصوروه، فبيضطر يروح لهم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه، وبيخليهم يندموا على كل حاجه بيعملوها. وفي نهايه الامر بينقذ الكلب من ايديهم، ووقتها بيغير رايه وبيكلم السكرتيره بتاعته وبيعرفها انه هيسافر. وتاني يوم بيركب الاتوبيس وبيكون في الطريق لقريته، ومره واحده بيتفاجئ ان الافيال مانعين الناس تعدي، فبيروح علشان يعرف ايه اللي مزعلهم، وبيبدا يتكلم معاهم وكانه فاهم لغتهم، وبيكتشف ان فيل مات في نفس المكان من اسبوعين، فبيتاسف ليهم وهما بيسمعوا كلامه وبيمشوا. وبعدها بيقابل ميرا وبيلاقيها رايحه للقريه معاه، ورجل الاعمال بيكلم كشاف وبيعرفه انه لقى مشتري للانياب وهيدفع 2 مليون دولار، ولازم يصطاد الفيل بهوله خلال 3 ايام. وفي نفس الوقت راج وميرا بيودعوا بعض لانها هتروح القريه بالعربيه، وهو بيقابل اخته شانكو بيسلم عليها بعد غياب 10 سنين، وبياخد المركب بتاعهم وبيروح القرية عن طريق النهر. وساعتها بيوصل هناك وبيكون مستغرب المكان، وبيقابل جايش وبيفتكره لما كان طفل صغير قبل ما يسافر، وبيعرف ان رعاة الافيال سابوا الغابة ويعتبر مفيش حد فاضل منهم. وبعدها بيروح يقابل الفيلة ديدي وبيتأسف لها علشان بعد عنها لفترة طويلة، وهناك بيشوف ابوه بيسلم عليه وبيحاول يتعامل معاه بشكل طبيعي. ووقتها بيعرفوا على الفيلة جامون وان الصيادين موتوا امها. وفي نفس الوقت راج بيكشف على ديدي وبيتفاجئ انها حامل، وبيعرف ان ابو المولود هو الفيل بهولة صديق طفولته. ومن ناحية تانية كشاف بيحضر رجالته وطيارته وبيستعد علشان يصطاد الفيل بهولة وبيراقب كل تحركاته. وبعدها راج بيكون مع ابوه وبيسأله ليه ما خلتش امي تخرج من القرية وتتعالج من السرطان في مدينة مومباي، فبيقول له انت كنت صغير ومش فاهم حاجة، فبيتضايق من كلامه وبيسيبه ويمشي. وساعتها بيلاقي ميرا لسه واصلة المكان بالشنط بتاعتها، وبتروح تتعرف على دكتور ناير وبتبلغه انها صحفيه وجاهزه علشان تعمل معاه لقاءات. وبعدها شانكو بتطلب من اخوها يفضل معاهم كذا يوم بعد ما يخلص الاحتفال بالذكرى السنويه لامها، لكن بيرفض لانه مرتبط بشغل كتير وهيسافر. وبعدها بيركب الموتوسيكل وبيسيبها علشان يشوف الفيل بهوله، وهو في الطريق بيفتكر في كل ذكرياته معاه وازاي كانوا بيعملوا كل حاجه مع بعض. واول ما بيوصل الغابه بيمسك تعبان في اللحظه الاخيره وبيحطه جنب البيت بتاعه وبيحاول يطمنه. وبعدها بيقابل الفيل بهوله وبيقف قدامه وبيخليه يتعرف عليه، وساعتها بينفذوا الحركه اللي كانوا بيعملوها دايما زمان. ووقتها بيفضل يجري وسطهم وكانه واحد منهم، وبينزل معاهم النار وبيلعبوا مع بعض. وفي نفس الوقت كشاف بيشوف في الكاميرا بتاعته الفيل واقف مع واحد ومستغرب الموقف. وراج بيودع صديقه بهوله قبل ما يسافر وبيبارك له علشان هيكون ابه قريب. ولما بيجي الليل ناير بيعمل لقاء صحفي مع ميرا، وبعدها بيروح لابنه راج وبيقول له امك هي اللي رفضت تتعالج في المدينه لانها كانت متمسكه بالمكان ومش عايزه تسيب الافيال. وهو بيحس وقتها انه ظلم ابوه وكان فاهمه غلط. وتاني يوم بيستعدوا علشان يعملوا الاحتفال للذكرى السنويه لامه، وراج بيبدا يتعامل مع ابوه بشكل كويس، وميرا بتصور كل حاجه بتحصل في المكان. وفي الوقت ده بيظهر ديف وبنلاقيه حارس الغابه وبيروح يسلم على راج بعد غياب 10 سنين. ووقتها بنلاقيه بيفتكر في كل ذكرياته مع امه وبيبان انه كان بيحبها جدا ومتعلق بيها. وبعدها
هو وابوه بيعملوا الذكرى السنويه بتاعتها. ولما بيجي الليل بيكون قاعد مع اخته وبيتكلم معاها، وفجاه بيظهر واحد سكران وبنعرف ان اسمه جاجا وبيكون ابو ديف، وبيقول الصيادين في الغابه وهيقتلوا الافيال وهيخلصوا عليهم. وللاسف محدش بيصدق كلامه وبيعتبره مجنون. وبعدها ناير بيكون واقف وفي قرد بياخد تليفونه وبيروح يسلمه لواحد تاني محدش بيشوفه. ولما بنروح للغابه بنلاقي بهول حاسس بخطر وبيفضل يصرخ بصوت عالي، وفي نفس الوقت ديدي بتسمعه وبتحس بيه. ودكتور ناير بيروح لها لكن بتسيب المكان وتمشي، فبيركب العربيه بتاعته وبيكون وراها وبيدخل الغابه. وراج بيصحى من النوم وبيحس بحاجه غريبه، وبيعرف من ميرا واخته ان ابوه موجود في الغابه، فبيخاف عليه وبيركب الموتوسيكل وعايز يلحقه. وفي نفس الوقت الصيادين بيفضلوا يقتلوا في كل الافيال وبيخلصوا عليهم. وبعدها كشاف بيمسك القناصه وبيضرب بهوله كتير جدا لحد ما بيقدر يموته وبيقع على الارض وبيفقد الحياه. ولما راج بيوصل المكان بيلاقي ناس عايزه تموته، وهو بيدافع عن نفسه وبيفضل يضرب فيهم ومحدش عارف يقف قصاده، لكن في النهايه بيسيطروا عليه وبيقع على الارض. وبعدها ديدي بتلاقي جوزها ميت قدامها وبتصرخ. ودكتور ناير بيشوف الصيادين بياخدوا الانياب بتاعه الافيله، واول ما كشاف بيلاقيه واقف قدامه بيمسك السلاح وبيضربه بالنار. وديدي بتسجل المشهد اللي حصل في الذاكره بتاعتها. وساعتها راج بيوصل لهم وبيشوف بهوله مقتول، وبعدها بيلاقي ابوه مضروب بالرصاص ومش عارف يساعده، وللاسف بيطلع في الروح قدامه وبيفقد الحياه. والشرطه بتروح المكان وبتتفاجئ من منظر الافيال اللي ماتت، وشانكو بتكون مصدومه وبتفضل تعيط على ابوها. ووقتها راج بيتعهد هينتقم من الناس اللي قتلوه. وتاني يوم الشرطه بترجع الانياب اللي اتسرقت وبتولع فيها قدام الناس، وميرا بتكون هناك وبتصور كل حاجه. وفي نفس الوقت راج بيستعد علشان يعمل مراسم الجنازه، والافيال كلها بتحضر للمكان لانهم كانوا متعلقين بدكتور ناير جدا. وبعدها بيولع في جثه ابوه بيكون زعلان عليه، والافيال بتاخد واجب العزاء وبتسيب الجنازه وتمشي. وساعتها الشرطه بتوصل المكان وبتبلغ راج ان ابوه كان متواطئ مع الصيادين وفي تسجيلات تليفونيه بينهم، فبيتضايق من كلام الضابط وبيحاول يضربه. وساعتها بيقبضوا عليه وبيحطوه في العربيه. ولما بيروح القسم بيكلبشوا ايديه، والضابط بيأمره يمضي على اعتراف ان هو وابوه متآمرين مع الصيادين، فبيرفض كلامه وبيفضل يضرب فيهم بالرغم ان هو متكلبش ومحدش بيكون قادر يقف قدامه او يسيطر عليه. وشانكو بتوصل مع ديدي المكان وبتقدر تخلع شباك الحجز، وراج بيهرب منهم في اللحظه الاخيره. وبعدها بيتقابلوا وميرا بتوريه فيديو للانياب وهي بتتحرق، وبيعرف انها مش بتاعت بهوله وانها لسه ما خرجتش من الغابه. وشانكو بتروح تبلغ ديف بكل حاجه وبيقرر يساعد راج. ولما بيمشي بعربيته بنلاقي ميرا راكبه في الصندوق، فبتقرر شانكو تاخد الفيل بتاعها وتروح وراهم. ومن ناحيه تانية راج بيوصل للمكان اللي ماتت فيه الافيال وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي الانياب موجوده قدامه. وساعتها ديف بيروح له وبنكتشف انه كان متواطئ مع الصيادين في كل الجرائم بتاعتهم، وكان لازم يعمل كده علشان يصرف ويعالج اهله بعد ما المحاصيل بتاعتهم اتدمرت. وبيرفع السلاح على راج وعايز يموته، لكن ما بيخافش منه وبيقرر يتحداه. وميرا في الوقت ده بتصور كل حاجه بتحصل. ولما بنروح لشانكو الصيادين بيقدروا يوقفوها، فبتضطر تنزل من على ديدي وبتسلم نفسها. وبعدها بنرجع لراج وديف وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض، وكل واحد منهم عايز يسيطر على التاني. وراج بيسأله مين اللي قتل ابويا، وديف بيقول له انا وانت مش هنقدر نقف قصادهم. وساعتها ناس بتهجم عليهم وهم بيدافعوا عن نفسهم وبيحاولوا يتخلصوا منهم، لحد ما بيظهر كشاف ورجالته وبيلاقوا شانكو معاها وبيهددوها بالموت. ولما ديف بيحاول ينقذها بيقتلوه وبيقع على الارض. وبعدها بيضربوا راج بالنار وبيتصاب جدا. وميرا بتشغل سيرينة الشرطه علشان يخافوا ويهربوا، وهم بياخدوا الانياب وبيسيبوا المكان بسرعه. ووقتها بنلاقي راج مصاب وفاقد الوعي، لكن جاجا بيروح له بيلاقيه لسه عايش وبيقدر يعالجه وبيخرج رصاصه منه. وبعدها بيولع في ابنه ديف وبيفضل يعيط وزعلان عليه. ومن ناحيه تانية كشاف ماسك شانكو ومسيطر عليها وبياخدها معاهم في المركب وبيكونوا ماشيين في النهر. وفي نفس الوقت راج بيفوق لكن مش قادر يتحرك، وبيعرف ان جاجا كان دايما بيسكر علشان ينسى ان ابنه متواطئ مع الصيادين. فراج بيقول له ان ديف مات وهو بيحاول ينقذنا وكان واقف معانا. وبعدها بيقوم وبيتحدى الرصاصه اللي واخدها وبيمسك تليفون واحد من رجاله كشاف وبيعرف المكان اللي هم رايحينه. وساعتها بيركب الموتوسيكل بتاعه وعايز ينقذ اخته وينتقم. ومن ناحيه تانية كشاف ورجالته بيحضروا الانياب علشان يبيعوها، وشانكو بتكون محبوسه ومتكتفه. وبعدها بيحضر السيد
سيناكي اللي هيشتري منهم الانياب. وفي الوقت ده بيوصل راج للمكان بتاعهم وبيبدا يضرب في كل رجالتهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر يسيطر عليه، وبيستخدم كل المهارات القتاليه اللي اتعلمها في حياته علشان يخلص عليهم. ووقتها بنلاقي ميرا في نفس المكان وبتحاول تدخل له وبتعرض حياتها للخطر وبتاخد مكان مناسب علشان تصور كل اللي بيحصل حواليها. اما راج بيقدر يقتحم الوكر بتاعهم ومحدش بيقدر يشوفه. وبعدها الصيادين بيعرضوا الانياب وسيناكي بيوافق يشتريها وبيقدم لهم 2 مليون دولار. وساعتها راج بيرجع يضرب فيهم وعايز يبوظ خطتهم وبيروح لاخته شانكو وبيقدر ان هو يفكها ويساعدها. ووقتها بيخرج لهم وبيحاول يدافع عن نفسه وعايز ينتقم منهم على كل حاجه عملوها، وبيكون مصمم يحمي الانياب وما يخليهاش تتباع. وساعتها ميرا بتعمل بث مباشر للناس والشرطه بتشوف كل اللي بيحصل. ومن ناحيه تانية كشاف بيقدر يسيطر على راج وعايز يموته وبيقول له انت وابوك دايما بتوصلوا في الوقت الغلط ولازم اخليك تحصله واقتلك زيه. وراج واخته بيكونوا متفاجئين جدا من كلامه. وساعتها ديدي بتقتحم المكان وبتنقذهم وجاجا راكب فوقيها. وراج بيمسك كشاف وبيفضل يضرب فيه وعايز يرجع حق ابوه، وهو بيبان انه ضعيف جدا قدامه ومش قادر يدافع عن نفسه. وبعدها بيتحد مع جاجا وبيفضلوا يضربوا في كل رجالته. ولما كشاف بيمسك السلاح وعايز يقتله ديدي بتفتكر ازاي موت دكتور ناير وبهولة وبتقرر تروح له وبتدوس عليه وبتنتقم منه على كل حاجه عملها. والشرطه بتوصل المكان وبتقبض على كل التشكيل العصابي والصيادين، وجاجا بيكون واقف مع الانياب بعد ما حافظ عليها. وبعدها راج بيكتشف ان ديدي على وش ولاده وبيحاول يساعدها. وبعد فتره بيعملوا احتفال كبير وبيرحبوا بالمولود الجديد وبيكون اسمه آشا. وبنلاقي راج فرحان جدا وعمال بيلعب معاه وكانه واحد صاحبه. ووقتها ميرا بتعرض اللقاء الصحفي مع دكتور ناير واللي بيشكر ابنه راج وبيطلب منه يفضل في القريه مع الافيال ويحاول يمنع الناس من سرقه الانياب اللي بيستخدموها في الزينه وكسب الثروات. وفعلا راج بيسمع كلام ابوه وبيفضل عايش في الغابه. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد.